هنتعلم في فيديو النهاردة طريقة تحضير بسكويت ستيكس لذيذ جدا، مكونات صحية. عندي دقيق متعدد الاستخدامات وكمان فانيلا وأربعة ظرف من استevia وورد مجفف، هيضيف ليها نكهة لذيذة جدا ومميزة للبسكويت. هبتدي على طول في طريقة التحضير. الزبدة لازم تكون باردة بدرجة حرارة التلاجة عشان تساعدني ان البسكويت يكون متماسك جدا بعد التسوية، واحافظ على شكله ويكون اصابع لذيذة جدا ما يتغيرش شكلها بعد التسوية. هبتدي في طبق الخفق، ابتدي اضيف الزبدة وهي باردة، وبعد كده ابتديت اضيف ليها استevia. بعد كده ابتديت اضيف ليها نص معلقة صغيرة من الفانيلا. هخفق كويس جدا لمدة لا تقل عن من 5 ل6 دقايق عشان احصل على قوام كريمي وناعم وفاتح جدا للزبدة. ابتديت اضيف رشة من الملح، وضفت كمان الحليب كبديل للبيض. وبعد كده هبتدي اخفق كويس جدا البسكويت، المكونات السائلة مع بعض مع الزبدة. ابتديت اضيف ليها الورد المجفف، وبعد كده ابتديت اضيف ليها كوب ونص من دي متعدد الاستخدامات. هبتدي اضيفهم في كيس غذائي او ما بين ورقتين زبدة، وهبتدي اضيفهم في التلاجة. وبعد كده هبتدي افرده وهي باردة. مهم جدا اني استخدم الاصابع تكون باردة جدا بدرجة حرارة التلاجة. وبعد كده هبتدي اضيفهم في الفرن على درجة حرارة 180. هيقعد تقريبا 10 دقايق في الفرن، هحصل على ستيكس ذهبية ولذيذة جدا. وبعد كده للتزيين ابتديت اضيف الوان صحيه غذائيه من الفواكه المجففه رو، وكمان جلوتين فري. وابتديت اضيف كمان ماتشا تساعدني على اخد لون بستاج لذيذ جدا. ابتديت اغمس اصابع البسكويت في الشوكولاته البيضاء اللي لونتها بالوان طبيعيه ولذيذه، وهتديني نكهه اضافيه للبسكويت بطعم الماتشا وكمان طعم الورد. وده شكله بعد التزيين. ابتديت اضيف ليه قليل من الورد للفواكه المجففة، او ممكن اي تزيين بتفضلوه. حبيت اقدم لكم بسكويت بطعم لذيذ وشكل مميز، وكمان هتبقى وجبة مناسبة جدا مع كوباية شاي كوجبة فطار الصبح او ما بين الوجبات. هتستمتعوا جدا باصابع البسكويت بطريقة صحية، وكمان طريقة سهلة جدا في التحضير. ولو انتم جداد على القناة، أنا حنان مصطفى، بقدم وصفات صحية خالية من السكر والدقيق والزيوت المهدرجة، وأشوفكم على خير في فيديو جديد.